بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كتب الملحد المندس جراح في حسابه في الفيسبوك، كتب: لو ترك القرآن بيد الإخوان والسرورية لجعلوه كله يتكلم عن الحكام وعن الثورات كما فعل الشيعة، حيث جعلوا كل القرآن يدور حول الإمامة. ونفس الأسئلة التي توجه للشيعة في مسألة الإمامة أوجهها أنا للخوارج في مسألة الحاكمية. هذا الأصل العظيم الذي هو الخروج على الحكام. هنا نتوقف. يقول: الحاكمية هي الأصل العظيم الذي هو الحاكمية هو الأصل العظيم الذي يعني الخروج على الحكام، وهذا خطأ. وفعل ذلك لكي ينفر الناس من الحاكمية، كما يفعل غلاة التبديع عندما يربطون الإنكار العلني بالخروج، لكي ينفروا الناس من الإنكار العلني فيربطونه بالخروج. فهنا كذلك هذا الملحد ربط الحاكمية بالخروج على الحكام، بل قال إن الحاكمية أصل عظيم ويعني الخروج على الحكام. هذا الأصل العظيم الذي هو الخروج على الحكام أين تجد الأمر به في القرآن بآية محكمة؟ أين تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر مشركا من مشركي قريش لأنه لا يحكم بما أنزل الله ونازعهم في الحكم؟ هنا ماذا قال: أين تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر مشركا من مشركي قريش لأنه لا يحكم بما أنزل الله؟ هنا في البداية قال الحاكمية هي الخروج على الحكام، والآن قال: أين تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر مشركا من مشركي قريش لأنه لا يحكم بما أنزل الله؟ فهو يعلم أن الحاكمية معناها الحكم بما أنزل الله، هو يعلم ذلك، لكنه في البداية قال هي الخروج على الحكام، الحاكمية هي الخروج على الحكام، ثم انكشف أمره بعد ذلك، تناقض. نواصل. أين تجد حديث يأمر بالخروج على الحكام دون الحاجة لمفهوم المخالفة؟ يوجد يعني حديث يعني إلا أن تروا كفرا بواحا. فإذا وجد الكفر البواح وكان الحاكم كافرا يجب الخروج عليه، لأن ولاية الكافر لا تصح، فيجب الخروج عليه إلا إذا لم تتوفر القدرة. إذا لم تتوفر القدرة فهنا يسقط هذا الواجب. ثم يواصل قائلا: هل الأنبياء نازعوا الحكام في حكمهم وأتوا ليحكموا؟ قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. نواصل. أعطونا عدد المرات التي ذكر فيها كلمة حاكم وحكام في القرآن. هنا يدلس، يعني ذكر حاكم وحكام، لماذا لم يذكر يحكم أو الحكم؟ يعني غريب. ثم يواصل قائلا: إذا لم تجدوا أصلكم العظيم هذا في الكتاب والسنة وسير الأنبياء فمن أين أتيتم به؟ بالنسبة لسير الأنبياء قال الله تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة
وعلمه مما يشاء. توحيد الحاكمية داخل إما في توحيد الربوبية أو في توحيد الإلهية أو فيهما معا. وقد وصف ابن القيم رحمه الله هذه المقامات الثلاثة: ألا يتخذ سوى الله ربا، ولا إله ولا غيره حكما، بأنها أركان التوحيد.